والحين ان شاء الله بسوي لكم رس ملاي مع قلاب جامون. الحلاوتين نفس العينة، فاول شي ببتدي معاكم بمقادير العينة. الفرق بين العينتين، الرس ملاي بنطبخها في حليب سائل، القلاب جامون بنقلي وبعدين بنطبخها في الشيرة. هذا الفرق بين. انا لاني بسوي قلاب جامون ورس ملاي فبحتاج الى 4 بيضات. اذا بتسوون نوع واحد من الحلاوة استخدموا بيضتين. فمقادير العينة عندي بيض، وبحتاج زيت علشان يسهل لي اني انا اكور العجينة لانها تلصق في اليد، وبحتاج الى حليب مجفف. بالنسبة حق الحليب المجفف ما اقدر احدد لكم مقدار مضبوط لانه يعتمد على حجم البيضة، فاذا البيضة كانت صغيرة فبحتاج حليب اقل. فمع الخلط بخبركم ايش كثر بحتاج الحليب وشلون القوام لازم يكون، وبحتاج الى هيل وبيكنج باودر. بحتاج تقريبا لترين من الحليب السائل. حق اللترين اللي هما 4 أكواب بحتاج إلى كوب من السكر. فخل الحين أبتدي معاكم بطريقة العينة القلاب جامون والرس ملاي ونجهز الكور. فحين أول شي ببتدي معاكم بسوي العينة اللي بنشكل منها الكور. أول شي بكسر البيض، بحط على البيض تقريبا نص ملعقة طعام من الهيل، وبخلط. حطيت تقريبا 3 أكواب من الحليب المجفف، وهني أنا عندي بعد كوب إضافي بس ما بضيفه، بشوف إيش كثر أحتاج. الحين بضيف بيكنج باودر تقريبا ملعقة طعام، بحطه على الحليب المجفف، لا تحطونه دايركت على البيض. شوفوا العينة الحين سائلة، يعني ما تتشكل بيدي، ما أقدر أسوي منها كور، فبضيف بالتدريج. تحطون الحليب المجفف واخلط الحين. تقريبا حطيت 4 أكواب من الحليب المجفف. شوفوا قوامه كذي لازم يكون، شوفوا النوع اللي يلصق. للتوضيح أكثر شوفوا شلون يلصق في يدي. ترى هاي القوام المطلوب حق القلاب جامون والرس ملاي. باخذ شوي من الزيت وبمسح الزيت بيدي، بعدين باخذ شوي من العينة وبكورها. شوفوا بهالشكل، هي في نفس الوقت تشكلت وفي نفس الوقت لينة، فمن كذي اقول لكم حطوا زيت وشكلوها. الحين بخلي البنات يشكلونهم. على ما يشكلونهم هم بنسوي الحليب السائل. بحط الحليب السائل في صفرية وبصحنه، بضيف السكر بحرك فيه لما يذوب، بضيف شوي من الهيل. حق القلاب جامون حطيت كوبين من السكر وكوبين من الماء، بخليه يغلي لما يصير قوامه كذي. شوفوا قبل لا تطفون النار حطوا ملعقة شاي من عصير الليمون وصكوا النار وخلوا على صوب. ركزوا معاي، حطيت هني حليب السائل حق الرس ملاي، حطيت هني زيت علشان بقلي القلاب جامون، وعندي هذه الشيرة. لين ببتدي اقلي القلاب جامون بشغل النار على الشيرة لاني انا صكيتها، فبخليها تصير حارة. الزيت عندي حار وهذين الكور جاهزين. ببتدي الحين احطهم، قصروا على النار وحركوا في الكور. الله اكبر، اذن. استمروا في التحريك لما يصيرونه باللون الغامج، بعدين تحطونه سيده في الشيرة. وحين بطبخه في الشيرة، خلوا في الشيرة. بخلي الحين على صوب، وحين بنكمل الرس ملاي. بنكمل الحين طريقة الرس ملاي. هذا الكور الحين ببتدي انزلهم وبطول على النار، بس لا تحركون فيهم، لا تحركون من داخل بالقفشة. اذا تبون تحركون حركوا بالصفرية بهالشكل.
شوفوا شلون تضاعف حجمه. بخلي الكبر الحين داخل الحليب وبطفي النار. المشكلة خذيت صفرية صغيرة وما شاء الله الكبر عددهم أكثر. حطيتها في صحن التقديم وحطيت شوي من الزعفران وهذه ماي الورد، شوي من البستك، برش عليه شوي من الهيل ورشة من الهيل وبس. هاي طبق الراس ملاي جاهز، بس بخليه شوي برا تقريبا 20 دقيقة وبعدين بدخله داخل الثلاجة. وهذا القلاب جامون عندي جاهز، بس بحط عليه من فوق أورقة من الفضة، هذه جايبينه لي من الهند، انتم ما عندكم لا تحطون. بس زينته بهالشكل. وهذا القلاب جامون عندي جاهز، وهذا الراس ملاي بعد جاهز.